المشاهدين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نشرة الأخبار من الفضائية الإريترية وفيها تنفيذ مهام صحية مرضية في تطور في خدمات شركة حارات للمواصلات العامة. حملة تطعيم ضد داء البروتينا في أفعبت. مقتل 7 مقاتلين موالين لإيران في قارة في شرق سوريا. عشرات القتلى في هجوم انتحاري داخل مسجد في بيشاور الباكستاني. والأرجنتين ترفض الطلب الألماني بشأن إرسال الأسلحة إلى أوكرانيا. أهلا بكم مشاهدينا. أفاد مكتب وزارة الصحة في إقليم جنوب البحر الأحمر في الاجتماع التقييمي الذي عقده يومي 28 و29 من يناير الجاري في مدينة عصب، أفاد بتنفيذ مهام صحية مرضية. وأوضح مسؤول المكتب السيد محمد أنوار في الاجتماع الذي حضره وزيرة الصحة أمينة نور حسين وحاكم الإقليم السفير محمد سعيد منتاي المهام المنفذة المصحوبة بالأرقام لتطوير خدمات صحة الأسرة والمجتمع، وأكد انخفاض الأمراض المعدية عامة ونزول الإصابة بفيروس الإيدز إلى 0 من 10,000 شخص أجريت لهم التحاليل المخبرية، والقيام بجهود بناءة للسيطرة على مرض السل. وأشار إلى إصحاح بيئة 94% من قرى الإقليم وتتواصل الجهود لإصحاح بيئة القرى المتبقية في الربع الأول من هذا العام. وأوضح إدخال خدمات العمليات الجراحية وطب الأسنان والعيون ومختبرات التحاليل والأشعة السينية والعلاج الطبيعي في مستشفى عصب. وأوصى الاجتماع بالعمل للحفاظ على الإنجازات والتوعية في استخدام الدواء وتوسع أعمال النظافة المجتمعية وتطوير قدرات الكادر الصحي. ودعا حاكم إقليم جنوب البحر الأحمر السفير محمد سعيد منتهي في الكلمة التي ألقاها دعا المؤسسات الصحية في المناطق النائية للعمل الجاد لضمان صحة المجتمع، مشيرا إلى أهمية برامج تأمين صحة المواطنين توازيا مع برامج التنمية والأمن. من جانبها أشادت وزيرة الصحة أمينة نور حسين بالأعمال الصحية المنفذة وضعا في الاعتبار لتضاريس ومناخ الإقليم، مؤكدة العمل هذا العام لسد النواقص في البناء التحتية الصحية. قدمت شركة حارات للمواصلات العامة خدمات النقل لأكثر من 6.3 ملايين شخص في عام 2022. وأوضح مدير الشركة بالإنابة السيد نجوسي قبرز جابير لوكالة إرنا أن شركة حارات التي بدأت الخدمة في شهر ديسمبر 2003 على خط مصوع أسمرة ب19 حافلة صغيرة فقط توسع وتطور نشاطها لتقدم الخدمات حاليا ب 371 حافلة في 181 خطا في مختلف أنحاء البلاد. وذكر بأن شركة حارات تقدم الخدمات بأسعار مناسبة بدعم حكومي، كما نظمت تدريبا نظريا وتطبيقيا ل7 سنوات ل 35 شابا محتاجا في مختلف أنواع الميكانيكا. ودعا فني الصيانة السيد في سهية محرة الشعب الاعتنائي بالحافلات التي تقدم الخدمة بأسعار رمزية، مشيدا تفاني عمال الشركة عامة والشباب خاصة. وذكر الشباب العامل في الشركة اكتسابهم القدرات التي تساعدهم في حياتهم المستقبلية. تجدر الإشارة إلى أن أعضاء شركة حارات المواصلات العامة شاركوا عام 2021-2022 في النفير الجماعي المنظم في منطقة ماي دمنت ضمن حملة التنمية الخضراء، وقاموا بأعمال بناء المدرجات الحوضية والتشجير والتبرع بالدم.
جرت في مديرية أفعبت حملة تطعيم للمواشي ضد داء البروسيلا المنتقل من الحيوان إلى الإنسان. أوضح الطبيب البيطري محمد عبد الله أن داء البروسيلا الذي ينتقل من الحيوان إلى الإنسان مرض خطير يمكن مكافحته بالتطعيم والنظافة البيئية والفردية، وقد تم تطعيم أكثر من 18 ألف رأس من المواشي هذا العام، وستتواصل الحملة بتوسع. ودعا أصحاب المواشي لتطعيم مواشيهم لأهميته واتباع إرشادات المهنيين. وينتقل مرض البروسيلا عن طريق تناول الطعام الغير مطهو جيدا واللبن أو الحليب من منتجات الحيوانات المصابة أو من الاتصال المباشر بإفرازاتها. وطعم 35 ألف رأس من الماعز والأغنام العام الماضي في مديرية أفعبت ضد داء البروسيلا أو الحمى المالطية. أشاد التقييم الذي أجرته مديريات دقي وأقردات وفورتساوا في إقليم القاشبركة بالمشاركة القوية للشعب والمؤسسات الحكومية في برامج التنمية عامة وحماية التربة وحفظ المياه خاصة. وأوضح التقييم ارتفاع رعاية الأمومة والطفولة بنسبة 77%، وتطعيم الأطفال تحت سن الخامسة بنسبة 100%، والولادة في المؤسسات الصحية بنسبة 67%. وأشار التقييم الذي جرى في فورتساوا إلى القيام بمبادرات فعالة لتحقيق خدمات إدارية ناجزة. وذكر التقييم في مديرية أقردات بإجراء عملية انتخابات ناجحة لإدارة الضواحي ونظافة البيئة وخطوات فعالة للحد من الأمراض والآفات الحيوانية والزراعية. وأوصت الاجتماعات التقييمية بالدفع بأنشطة حماية التربة وحفظ المياه والتحصيل الضريبي للأراضي والمواشي، وقيام أصحاب البساتين بواجبهم والدفع بمساعدة المحتاجين. مشاهدينا، نشرتنا تتواصل من الفضائية الإريترية، ولكن بعد فاصل قصير فابقوا معنا. أهلا بكم مجددا. قتل 7 مقاتلين موالين لإيران في قارة استهدفت قافلة شاحنات تبريد لميليشيات إيرانية في شرق سوريا فور دخولها من العراق المجاور، ما أدى إلى تدميرها وفق ما ذكر المرصد السوري لحقوق الإنسان، لافتًا إلى أنها كانت تنقل أسلحة إيرانية. وقال مدير المرصد رامي عبد الرحمن لوكالة فرانس بريس أن الشاحنات كانت تنقل أسلحة إيرانية، وأفاد عن دخول قافلتين مماثلتين على الأقل خلال هذا الأسبوع من العراق أفرغتا حمولتهما في مدينة الميادين، مرجحا نقلها أسلحة متطورة إلى مجموعات موالية لطهران. وتتعرض المنطقة بين الحين والآخر لضربات مماثلة تطال تحديدا تحركات لمجموعات موالية لطهران. قالت مصادر أن 36 شخصا قتلوا وأصيب العشرات في تفجير انتحاري وقع داخل مسجد بالقرب من مقر للشرطة بمدينة بيشاور عاصمة إقليم خيبر شمال غربي باكستان. وذكرت المصادر أن حركة طالبان باكستان تبنت في تغريدة لها المسؤولية عن الهجوم، وهو ما لم تعلق عليه السلطات الباكستانية حتى اللحظة. وذكرت الشرطة الباكستانية أن المسجد يقع بالقرب من مجمع سكني لأفرادها، وكان به نحو 260 شخصا وقت الانفجار. وأظهرت لقطات أفرادا من الشرطة وبعض السكان وهم يسارعون بإزالة الأنقاض والحطام وحمل المصابين على أكتافهم. وقد رفعت شرطة العاصمة إسلام آباد حالة التأهب الأمني عقب الانفجار. أعلن الرئيس الأرجنتيني ألبرتو فرنانديز أن بلاده ودولا أخرى في أمريكا اللاتينية لا تفكر في إرسال الأسلحة إلى أوكرانيا. وجاءت تصريحات فرنانديز خلال مؤتمره الصحفي المشترك مع المستشار الألباني أولاف شولتز خلال زيارته إلى الأرجنتين، قال فيها أن الأرجنتين وأمريكا اللاتينية لن تفعلا ذلك ولا تفكران في إرسال أسلحة إلى أوكرانيا أو إلى أي منطقة صراع أخرى. في وقت سابق ذكرت صحيفة فولها البرازيلية نقلا عن مصادر عسكرية وحكومية أن الرئيس البرازيلي لويس إناسيو دا سيلفا رفض أيضا طلبا من الحكومة الألمانية للحصول على ذخيرة لدبابات ليوبارد من أجل الحفاظ على الحياد. وبدأت جولة شولز في الأرجنتين رفقة نحو 12 من كبار مديري الأعمال، ثم يزور تشيلي ويختتم جولته في البرازيل، القوة الاقتصادية الأولى في أمريكا اللاتينية.
رفعت كوريا الجنوبية معظم القواعد الإلزامية لارتداء الكمامة في الأماكن المغلقة بعد أكثر من عامين. وقالت وسائل إعلام كوريا الجنوبية أن المواطنين يمكنهم زيارة معظم الأماكن بما في ذلك المدارس ورياض الأطفال وصالات الألعاب الرياضية بدون أقنعة وجه، حيث رفعت الحكومة القواعد الإلزامية التي تم فرضها منذ أكتوبر 2020. ويأتي رفع السلطات في كوريا الجنوبية معظم القواعد الإلزامية لارتداء الكمامة في الأماكن المغلقة في وقت استقرت فيه إصابات فيروس كورونا الجديدة والوفيات. مشاهدينا، قبل الختام إليكم تذكير بأهم ما جاء في هذه النشرة من أنباء. تنفيذ مهام صحية مرضية في جنوب البحر الأحمر. تطور في خدمات شركة حراد للمواصلات العامة. حملة تطعيم ضد داء البروسيلا في أفعوت. مقتل 7 مقاتلين موالين لإيران في قارة في شرق سوريا. عشرات القتلى في هجوم انتحاري داخل مسجد في بيشاور الباكستاني. والأرجنتين ترفض الطلب الألماني بشأن إرسال الأسلحة إلى أوكرانيا. مشاهدينا، انتهت النشرة. شكرا على حسن المتابعة. تحية لكم أينما كنتم. إلى اللقاء.